أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت اليوم الأربعاء في حالة اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية التي باتت تعرف بعمارة تيزنيت على السجن المحلي بوسنصار، وذلك في انتظار مباشرة إجراءات البحث التفصيلي الأسبوع المقبل. وقرر قاضي التحقيق إحالة المتهمين على السجن بعد إخضاعهم للاستنطاق الابتدائي بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة التي جرى تقديمهم أمامها اليوم في حالة سراح، التي طالبت بمتابعتهم في حالة اعتقال بتهم متعلقة بالقتل الخطأ والجرح الخطأ ومخالفة النظام والقوانين المنظمة لمجال التعمير. ويتابع في الملف المقاول صاحب الشركة المكلفة ببناء مشروع العمارة، والمهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، ومهندس صاحب مكتب المراقبة.